الفترة الأخيرة المستشار تركي آل الشيخ بدأ إن هو يستثمر بشكل كبير جدا في السينما المصرية، وعمل فيلم ولاد رزق 3 وهيعمل فيلم الفيل الأزرق 2، وبدأوا في عمل فيلم منفصل لمحمد هنيدي وفيلم جماعي ليه كريم عبد العزيز وأحمد حلمي ومروان حامد وجاي ريتشي وليلة كبيرة قوي. فعلشان كده أنا النهاردة جاي أقول رأيي بمنتهى الصراحة في الموضوع ده. طيب مبدئيا كده تعالوا نفصل العاطفة عن العقل بشكل كامل في الموضوع ده. أنا شخص أهلاوي وفاهم بشكل كبير جدا ليه الأهلاوية والزملكاوية مش بيحبوا تركي آل الشيخ، وده بسبب الفترة اللي كان تركي آل الشيخ فيها هو الرئيس الشرفي للنادي الاهلي، وبسبب مواقف كتير قوي حصلت في الفتره دي للاهلي وللزمالك. وللاسف اغلب جمهور السينما في مصر هم نفس جمهور الكوره في مصر، واللي يوضح ده بشكل كبير ان اغلب المراجعين بتوع الافلام واليوتيوبرز بتوع السينما هم نفس المراجعين بتوع الماتشات واليوتيوبرز بتوع الكوره. طيب دلوقتي كلنا شايفين الحاله بتاعه السينما المصريه في اخر 10 سنين، وان هي حرفيا خلاص مش قادره تواكب السينما العالميه ولا حتى السينما العربيه. وكذلك بالنسبه لي المسرح اتدمر في مصر، وفي نجوم كتير جدا للاسف مستواهم قل بشكل كبير زي محمد سعد واحمد حلمي ومحمد هنيدي ونجوم كتير جدا. فانا شايف ان كشخص محب للسينما ليه نتضايق ان شخص مستثمر قال لك تعالى انا هعمل لك افلام وهدي لك فلوس وهعمل لك كل حاجه مقابل ان انت تعمل اللي انت المفروض تعمله في العادي، وهو ان انت تمثل او تخرج او تنتج او تعمل اي حاجه بالطريقه دي. وحرفيا هجيب لك مخرجين عالميين زي جاي ريتشي يخرجوا الافلام بتاعتك، وهجيب لك رياضيين عالميين يظهروا في الافلام بتاعتك زي كريستيانو رونالدو وتايسون فيوري ومايك تايسون وناس كتير قوي. والله اعلم برضو مين اللي ممكن يجيبه في المستقبل. يعني مش بعيد خالص تلاقي ان توم كروز بيظهر في فيلم لمحمد سعد. طيب تعالوا نفكر في الناحيه الدينيه، هل ده شيء حرام؟ انا مش شايف ان ده شيء حرام. طيب هل هم بيسرقوا تفكيرنا او بيحتلونا فكريا او اي حاجه بالطريقه دي؟ انا برضو مش شايف ده، لان بمنتهى البساطه السعوديه دوله عربيه، واصلا الممثلين اللي بيمثلوا هم ممثلين مصريين. ايه المشكله في ده؟ يا ريت لو حد عنده راي مختلف او اي حاجه بالطريقه دي يكتب لي في الكومنتات ونتناقش. والله العظيم اقسم بالله انا مش بطبل باي شكل من الاشكال في الموضوع ده، وده رايي بمنتهى الصراحه والشفافيه. وفي الاخر يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.